السلام عليكم اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم تكونوا ان شاء الله بصحه جيده وما خصكم حتى شي خير. نصليو على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندك اختي مصروف يومي ودائما مخربقه لك الميزانيه وما كتقديش اختي توفري حتى ريال، ودائما ما عندكش تقضيه ديالك في دارك، دائما مخربقه، ثلاجتك خاويه، تقضيه ما عندكش، وفي نفس الوقت 50 درهم، يعني المصروف اللي عندك للنهار كيطير. المصروف ملي كيكون يومي كيكون صعيب الا ما عرفتيش، يعني كيف غادي ديري ليه كيكون صعيب. يعني ملي كتشدي لك 50 درهم ولا 100 درهم، المبلغ يعني الاغلبيه الاخوات كيكون عندهم 50 درهم الا ما كانش قل. اللي عندها 100 درهم راه كتكون القضيه عندها شويه مرخوفه، ولكن اللي عندها 50 درهم كتكون شي القضيه مزيره. ولكن خصنا ديك 50 درهم نعرفوا كيف غادي نديروا ليها. حيت الا شدينا ديك 50 درهم ودرناها في البسطام، كوني اكيده بانك غادي تخرجي وغادي ترجعي بالبسطام ديالك خاوي، وغادي تستناي النهار الثاني باش غتقبطي ديك 50 درهم. ولكن اختي غادي نقول لك في هاد لا فيديو، تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير، وغادي نقول لك الخطوات اللي غادي ديري باش تقدي داك المصروف ديالك، توفري منه وفي نفس الوقت دوزي يعني الشهر ديالك وانتيا مرتاحه. الا عجبك اختي لا فيديو ديال اليوم ما تنساونيش البنات من التشجيع، شجعوني يا اخواتاتي باش لا فيديو ديالي يشوفوه ناس وحدين اخرين. ديروا لي لايك، حيت اللايك هو اللي كيخلي لا فيديو يطلع عند يعني ناس وحدين اخرين باش حتى هما كيقدروا يشوفوه وحتى هما يستافدوا. واللي ما اشتركاش في القناه ديالي، الا عجبتك اختي القناه وعجبك المحتوى ديال القناه، مرحبا بك في هاد الأسرة الصغيرة. كنتمنى البنات هاد القناة تكبر شوية بشوية ونزيدوا بها القدام، وكنتمنى تستافدوا. انا هنايا الا باش نفيدكم. واللي بغات شي تساؤل وبغات شي تقسيم ولا تقولها ليا، وانا غادي ندير لك فيديو وندير لك التقسيم يعني اللي بغيتي. هنا البنات الخطوات اللي تتبعي باش غتقدي تنجحي في هذا المصروف اليومي. اول حاجه خصك ديريها وهي خصك هذا المصروف ترديه شهري، ضروري خصك ترديه شهري باش تخلصي من العشوائيه. حيت ملي كتقبطي ديك الفلوس وكديريها في البسطام ديالك كتبقاي تصرفي بعشوائيه. حنا خصنا نجمعوا راسنا، وهذا المصروف 50 درهم نردوه يعني شهري، وفي نفس الوقت نوفر منه مصروف 50 درهم ولا مصروف 100 درهم. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم البنات كتنطبق على حتى المصروف 100 درهم. غير المصروف 100 درهم نتيا غادي تقسميها على حساب ديك 100 درهم. هنايا 50 درهم عندي النهار الاول ملي غادي نقبض ديك 50 درهم. زعما الا بغيتي تتبعي معايا التقسيم اللي عطيتك انا ويعني الخطوات اللي عطيتك انا، هادشي اللي غادي نقول لك هو اللي غادي ديري. قبضتي اختي 50 درهم النهار الاول، ما عندكش خضره غتمشي تقضيها لي خضره، يعني غادي تسلكي راسك داك النهار باش ما عطا الله. غادي تشدي لك 50 درهم غتمشي تقضيها خضيره. عندك خضيره وما عندكش الاساسيات يعني ديال المطبخ، غادي تمشي تقضي ليا الاساسيات. المهم انا هنا درت لك خضيره النهار الاول، النهار الثاني درت لك الاساسيات، النهار الثالث غاديك 50 درهم غادي تجيبيها لحوم. يعني اما تجيبي واحد الفروج، واما غادي تجيبي الحوت ولا داند، تقسمي يعني 20 درهم ديال الحوت و30 درهم ديال لا داند. المهم انت حره في هذيك النهار. المهم هاد اللحوم خصهم هذيك 50 درهم خصها دوز ليا بعدا واحد المده. راكم عارفين حنا دابا بغينا نزيروا راسنا. كنهضر على الاخوات دابا اللي عندهم هاد المصروف. حتى انا راه كان عندي واحد الوقيته ديال المصروف 50 درهم، وراني يعني كنت انا كنصرف من مصروف ديال 50 درهم. يعني هادشي اللي غادي نقول لكم راه عن تجربه شخصيه. دابا ما عنديش مصروف يومي، ولكن حتى انا دوازت البنات هذا المصروف اليومي.
المهم النهار الرابع غادي تقضي الاساسيات اللي ما تقديتيش النهار الثاني، غادي تكملي الاساسيات اللي خصك. نهار اليوم الخامس مع اليوم السادس مع اليوم السابع. وركزوا معايا اخواتاتي، هنايا كما قلت لكم النهار الخامس مع النهار السادس مع النهار السابع، 40 درهم اختي غتخليها ليا في واحد البلاصه، ما غاديش تحاديها. وديك 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم ديرها في البسطام ديالك الا بغيتي شي حاجه مثلا في الحانوت خاصتك. تفاهمنا؟ المهم هذا الاسبوع الاول ها حنا سالينا معاه، عندنا الاسبوع الثاني غادي نقبض 50 درهم النهار الاول، وغادي نمشي عند هادوك الفلوس اللي جمعت 40 زائد 40 زائد 40 هي 120، غادي نزيدها على 50 درهم هي 170 درهم. 170 درهم ديك الساعات انا غادي نمشي نتقضى الاساسيات ديالي اللي باقي ليا، يعني غادي نشوف شنو بقى لي من داك الاسبوع الاول وغادي نشوف شنو غادي نزيد. المهم غادي نتقضى التقضيه ديالي وصافي، هاني تهنيت من الاساسيات. بعد واحد 15 يوم هاني تهنيت. غادي نجي نهار الثاني مع نهار الثالث 50 درهم الا 50 درهم غادي نمشي نتقضاها خضره اللي غادي تدوز لي واحد 10 ايام حتى ل 15 يوم. المهم خواتاتي راه حنا دابا هاد الاسبوع الاول والاسبوع الثاني راه خصنا يعني الاخوات اللي عندهم هاد المصروف يعني التزيار الصمته. ماشي غادي تنوضي زعما تقضي داكشي اللي بغيتي، لا، خصنا يعني اقتصاد في نفس الوقت باش نوقفوا على رجلينا، يعني خصنا نديرو يعني نزيرو شويه راسنا ونقتصدوا. النهار الرابع مع النهار الخامس غادي نتقدى لحوم 100 درهم، غادي نجيبها لحوم اللي غدوز لي 15 يوم. حتى لهنا كلشي واضح. يعني عندي الاساسيات، عندي الخضره، عندي اللحوم. يعني الاسبوع هاد النهار السادس مع النهار السابع غتبقى لي 50 درهم. 50 درهم خصتني بوطه، خصتني هذيك غادي نخليها الحانوت، غادي نجيب بوطه وديك 60 درهم غادي نخليها في البسطام الا خصتني شي حاجه في الحانوت، باش الاسبوع الثالث ما غاديش نصرفو نهائيا. الاسبوع الثالث غادي نقبض انا 10 دراهم نحيدها من ديك 50 درهم، يعني غادي نبقى نحط 40 درهم، يعني بحال الا كنقبض انا 40 درهم. 20 درهم 10 دراهم عفوا غتمشي للتوفير، و40 درهم الا 40 درهم يعني اسبوع كامل 40 درهم زائد 40 درهم كتعطينا اسبوع كامل 280 درهم. ديك ملي غادي نجمع انا ديك 280 درهم، ولكن راني كنهز 10 دراهم من ديك 50 درهم، راني كنديرها في واحد الصنيديقه. المهم كنجمعها، هذيك ما كايناش. 280 درهم ملي غادي نكمل داك الاسبوع ديالي، ديك الساعات انا غادي نكون دايره التقسيم. الهري شحال غادي نحط فيه، الخضر شحال غادي نحط فيهم، اللحوم. وديك الساعات انا غادي نبدا كل ظرف غادي نبدا نحط فيه الفلوس ديالو. مثلا غادي نحط في الاول 200 درهم مثلا في الهري، ديك 80 درهم غادي نحطها مثلا في الخضر. وملي غادي ندخل الاسبوع الرابع مثلا عاوتاني غادي نقبض ديك 50 درهم غادي نحيد منها 10 دراهم و40 درهم غادي نبقى نزيدها كل مره في واحد الظرف. ملي غادي تقاضى لي التقضيه ديالي غادي نهز ديك ساعات الظرف ديالي وغادي نمشي نتقضى ديك ساعات للشهر، نتقضى التقضيه ديال الهري ديالي. عاوتاني ملي غادي نجمع الفلوس ديال الخضر نمشي نتقضى مثلا ديك 15 يوم الاولى نساها، وفي نفس الوقت انا راني كنجمع في بالنهار وراني كنحط في الاظرفه ديالي. يعني ملي غادي نتقضى انا 15 يوم الاولى 15 يوم الثانيه غادي نبقى نجمع ليها. فهمتوني يا خواتاتي؟ يعني غادي نتهنى من ديك المصروف اليومي وغادي يولي عندي المصروف يعني شهري، وفي نفس الوقت انا كنوفر. يعني غادي تجيني 1200 درهم اللي غادي نبقى نصرف انا في الشهر،
و300 درهم غادي نديرها توفير. الا ما كفاتكش اختي 1200 درهم، القليله غادي تنقصي 5 دراهم للنهار. 5 دراهم غادي تنقصيها، غادي تعطيك 150 درهم في الشهر توفريها، وغادي تصرفي نتيا ديك الساعه 1350 درهم. ويلا يا اختي يعني بغيتي تجمعي راسك، ديك الساعات غادي توفري 10 دراهم كل نهار، وغادي تصرفي 1200 درهم. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان في لا فيديو ديال اليوم وتكونوا استفدتوا. ويلا يعني ما فهمتوش شي حاجه، ديروا لي البنات واحد التعليق، كتبوا لي يعني اش من تقسيم بغيتوا، ويعني داكشي التساؤل اللي عندكم ديروه لي في التعليق، وانا غادي نجاوبكم، ندير لكم واحد لا فيديو غادي نجاوبكم فيه. المهم هنايا دابا المصروف ديالنا اليومي رديناه مصروف شهري، وفي نفس الوقت وفرنا منه. يعني كل وحده داكشي علاش قديتي اختي 10 دراهم غتوفري 10 دراهم، قد ما قديتيش غتوفري 5 دراهم. وفي نفس الوقت هذاك الصرف اللي غيبقى يشيط لك نتيا من الخضار والفواكه غادي يشيط لك ضروري، غادي يشيط لك الصرف من الحانوت، غادي يشيط لك من الخضار، من اللحوم. ديك الساعات غادي تبقاي تزيديهم على ديك الصنيديقه، غادي تبقاي ترمي فيها انت في نفس الوقت كتوفري، في نفس الوقت عندك التقضيه ديالك، كلشي عندك التقضيه ديالك. يعني غادي تهناي من سيرواجي للحانوت، من سيرواجي للسويقه باش تجيبي الخضره. غادي تكون عندك تقضيه ديال 15 يوم بالنسبه للخضر. اللحوم حتى هي غادي تبقى تقضي 15 يوم الاولى اللحوم، ومن بعد عاود ملي تجمعي فليسات عاود تقضي 15 يوم الثانيه. كنتمنى خواتاتي يكون عجبكم لا فيديو ديال اليوم، تكونوا استفدتوا منه. وإلا عجبكم اخواتاتي ما تنساونيش من لايك، كتشجيع ليا باش نزيد نعطيكم فيديوهات اكثر واكثر. وبالسلامه عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.